اهلا بيك في فيديو جديد بعنوان ليه بطلت اعمل فيديوهات جيمنج. هات كوبايه القهوه بتاعتك وتعالى بينا نتكلم شويه مع بعض. طبعا زي ما انتم عارفين او زي ما انتم مش عارفين او في ناس كتير قوي ما تعرفش ان القناه دي كانت قناه جيمنج اصلا في الاساس. كنت بعمل فيها فيديوهات جيمنج كتير مش جدا، عملت بتاع 8 فيديوهات بس عليها. الريتش كان كويس، ما اعرفش ازاي، مع ان ولا كان في جوده ولا كان في محتوى ولا كان في اي حاجه. كنت بصور وبسجل سكرين وبمنتج من تليفون ولا كان في اي نيله، بس ما اعرفش ازاي كانت بتجيب فيديوهات كويسه، فيوز كويسه. بس انا بطلت ان انا اعمل كده. ليه؟ تعالوا بينا بس نشوف الاول انا كنت بعمل المحتوى ده ازاي. اول حاجه، انا عشان اعمل فيديو جيمنج فانا محتاج اقعد في مكان هادي تماما، ساكت تماما، ومفيش حد يقدر يتكلم معايا فيه، لان الجيمنج بيبقى عباره عن حاجه زي البث المباشر كده. انت بتلعب فتيجي لقطه بوم بقى جامده وانت بتقنص على الواد وبتضربه، هوب بتلاقي امك قوم عشان تاكل. ياما هتقصها انت ازاي بقى في المونتاج دي؟ هتقص بقى انت الحته دي ازاي في المونتاج بقى واللقطه والكلام ده؟ فالموضوع كان بيبقى صعب. فعشان اعمل فيديو جيمنج كنت بضطر اروح عند واحد صاحبي. ابوس ايدك، شجع الشباب. كان اول فيديو ينزل على القناه هنا كان فيديو جيمنج بعنوان افضل 16 كيل تقريبا في بابجي، حاجه زي كده. طبعا الفيديو ده عملته عند واحد صاحبي عشان البيت هنا عندنا دوشه شويه وصغير شويه، فما بعرفش اعمل فيه فيديوهات جيمنج. رحت عند صاحبي عملت الفيديو، منتجته بعد 7 ايام مونتاج على التليفون على برنامج كان اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه والله، هحط لكم صورته هنا، مش عارف اسمه ايه، كيب تقريبا حاجه زي كده. منتجت الفيديو رفعته جاب حوالي 400 مشاهده. وفي الفيديو طبعا عشان اعمل فيديو زي كده فكنت بضطر استنى ان البيت يفضى تماما ما يبقاش في حد ما يبقاش في حتى اي حد في البيت، مش بقى قاعدين ساكتين، لا مفيش حد. فالموضوع كان صعب ومرهق، وده بيأخرني كتير قوي ان انا ارفع فيديوهات على اليوتيوب ليها علاقه بالجيمنج، عشان مش هعرف اصور فيديو اقعد على الكمبيوتر. طبعا ما كانش عندي الكمبيوتر ده، كان عندي شاشه كان عندي شاشه قد كده، كان عندي كيسه امكانياتها ضعيفه جدا، كنت مشغل OBS كان بيموتني اول ما اخلص الفيديو واخلص الليل اللي وقت تقعد ولا ازرق كده يعني. فالموضوع كان بيأخرني اصلا، غير ان انا ما كنتش بعرف اصور جيمنج في البيت علشان ما كانش عندي المساحه الكافيه ان انا اقعد اصور فيديو. طبعا لسه ما عنديش المساحه الكافيه ان انا اعمل جيمنج، فالكلام ده قدام شويه في المستقبل ان شاء الله ممكن اعمل قناه جيمنج ثانيه، بس هتبقى جيمنج بس هتبقى جامده جدا، بس لما يكون عندي مكتب خاص بيا اعمل فيه جيمنج، عشان الموضوع بيحتاج ان انت تكون قاعد في مكان لوحدك، مش هينفع تصور في البيت جيمنج الا لو انت عايش بقى في مكان كبير بقى، بيت كبير بقى وليك اوضه بقى وثلاث حمامات في الشقه وبتاع تقدر تعمل جيمنج. فعشان كده بطلت جيمنج ولجأت للمحتوى اللي انت بتشوفه دلوقتي ده. المحتوى دوت سهل جدا انك تعمله، وانت بتبدا تتكلم في الكاميرا حد يجي يقطعك تخليه يقطعك، تخليه يكمل كمل كلام اللي بعده، تجاهله وارجع قول الجمله تاني بكل بساطه. الموضوع سهل جدا، لكن بقى الجيمنج بقى تحتاج تعيد اللقطه دي تاني، ولو جت لقطه بقى جامده انت مش عارف تعيدها تاني، فالموضوع كان شبه صعب شويه. بس ممكن ان شاء الله في المستقبل اعمل جيمنج تاني، لان انا يعني بحب الجيمنج شويه، بحب العب، خصوصا ان انا بحب العب ماينكرافت وعندي العالم الخاص بيا، عندي عالم حلو جدا في ماينكرافت بحب العب فيه، وشبه بعرف العب شويه ببجي فورتنايت، يعني عندي شويه انواعات كده في الالعاب بعرف العبها. حس الفكاهي في اللعب مش احسن حاجه، بس انا شايف ان انا بعرف العب، بعرف اهزر في اللعب وكده وبتاع. انت عارف انت بتلعب مع مين؟ غريب يا جدع، غريب، مش فاهم انا. تحس ان في مواجهه بين حمار واسد، مين اللي هيكسب؟ الحمار طبعا. فممكن ارجع اصور جيمنج تاني، بس مش الفتره دي، الفتره اللي جايه بعد كده، يعني بعد ما اكبر الدنيا بتاعتي شويه هنا في اليوتيوب وبس. وغير كده وكده الفيديوهات دي المونتاج بتاعها اسهل بكتير. اللي انا بعملها دلوقتي دي المونتاج بتاعها سهل بقى، مش محتاج بقى تركب بقى تزامن الفيديو بتاع اللعبه على صوتك على الكاميرا، اصلا 3 لايرز بقى عشان تعرف تمنتج. والجهاز بقى الاول عندي ما كانش بيستحمل اصلا، وكان بيطلع ميتين امي، وكنت بمنتج على ويندر شير في المورا وكان بيطلعوا عيني. وفي مره قعدت امنتج بتاع حوالي 3 ايام، كل يوم اعمل شويه في المشروع وبدون اي سبب المشروع اختفى، كنت هتجنن. فالموضوع صعب. طبعا دلوقتي الموضوع اختلف جدا، بقى عندي جهاز شبه كويس يقدر يخليني اعمل مونتاج كويس، يقدر يخليني الون اعمل مونتاج وانا مستريح فيه، ما بيعطلنيش قوي في ان انا اعمل مونتاج، بيقضي الغرض وبزياده. طبعا مش احسن حاجه في المونتاج، بس هو كويس في المونتاج، يعني ما عنديش معاه مشكله. ممكن اكمل 2 سنين تاني بمونتاج عادي، ممكن اكمل كمان 3 سنين تاني بالتليفون بتاعي ده، ان هو كاميرته كويسه جدا، ما اثرش معايا في اي حاجه، بمنتج عليه فيديوهات تقيله جدا. ساعات بمنتج اصلا فيديوهات القناه دي على التليفون، فما عنديش معاه اي مشكله، بيمنتج كويس جدا، ما بيهنكش معايا. ممكن يكون بيسخن شويه بس ده طبيعي، انا بحمل عليه بستهلك كل الامكانيات بتاعته، مصباح لبع حال كده، بس هو بيقضي الغرض، مش يعني ما عنديش معاه اي مشكله. طيب هل انا ممكن في المستقبل اعمل جيمنج؟ زي ما قلت لك بنسبه كبيره ممكن اعمل قناه جيمنج تاني في المستقبل، وانا
اصلا دلوقتي عملت قناه تانية، بس دي مش قناه جيمنج، دي قناه بعمل فيها فلوجات، كواليس للفيديوهات اللي هنا، كليبسات وشورتس كتير جدا، حاجات خفيفه. لو حصل معايا مثلا لقطه مثلا في الشارع ولا حاجه بقى، حاجه كده حماسيه ولا ضربه حظ حصلت معايا، بطلع الكاميرا مصوره ارفعها عادي من غير اي مونتاج على القناه دي. فالقناه دي هتلاقوني قريب فيها اكتر منكم من حيث الواقعيه. طبعا القناه دي برده واقعيه، ما يعني انا الحمد لله ما بعرفش اطلع امثل، ما بعرفش اطلع بقى البس وش واعمل محتوى مش محتوايا، واطلع بقى اتكلم بصيغه مش صيغتي وكارير غير كاريري. انا عادي بطلع اتكلم بطبيعتي خالص، وهتلاقوني جد شويه في الفيديوهات بتاعتي، شويه تلاقيني بهزر على حسب مودي يعني، بس ده طبيعي. اللي هو ممكن مثلا تلاقيني مثلا في فيديو طالع اقول لك ازاي تاخد بالك مثلا ده حلال ولا حرام، صعب ولا سهل، فاهم؟ فتلاقيني بتكلم بجديه شويه، وشويه تلاقيني بهزر في نفس الفيديو. ممكن فيديو تاني تلاقيني تطلع اقول لك مثلا فلوج في الزمالك عادي زي الفيديو ده. ممكن فيديو تاني تلاقيني تطلع اقول لك مثلا ايه افضل 10 تطبيقات تساعدوني في الانجاز في حياتي، او زي الفيديو ده. طبعا مش طالع بقى اللي هو خدت فيديو من حد كوبي بيست، لا بطلع اجرب البرامج دي فعلا واشوف هي فعلا بتعمل حاجه ولا لا. ما بتبقاش فعلا جابت لي نتيجه كبيره جدا، بس انا شايف ان هي جابت نتيجه. يعني مثلا زي الفيديو بتاع اللي هو افضل تطبيقات ساعدتني في انجاز حياتي دوت، انا التطبيقات دي كلها جربتها وانا بالفعل حسيت بنتيجه كويسه قوي. يعني مثلا زي تطبيق مثلا تيك توك ده ما بعرفش امشي من غيره، كل المهام بتاعتي قبل ما بنام بكتبها عليه، ثاني يوم ببقى صاحي بقى بشتغل دماغي بقى، ببقى صاحي دماغي رايقه بقى، انا عارف ان انا عندي كام خطوه كده هعملهم واليوم هيخلص كده بكل سلاسه كده وبكل حبانيه وحب مش عارف حبانيه بس وخلاص خلص. انا عارف التاسكات اللي عندي النهارده ايه، ما اقعدش بقى ابذل مجهود بقى هعمل ايه. حتى اللبس اللي انا هلبسه ببقى كده. تطبيق زي نوشن اللي حل لي مشاكل كبيره جدا في حياتي، التطبيق ده انا جربته بنفسي فطلع يعني اهو احنا فيها تطبيق اهو، حياتي كلها هنا على التطبيق ده. كل يعني دي كل المشاريع واليوتيوب بس الكلام ما يبقاش ما تقفشوش انا بعمل ايه. كل الفيديوهات اللي انا بصورها وهصورها واتصورت ونزلت على القناه وبتاع بتبقى هنا كده معموله كمشاريع. طبعا في شويه شغل بعمله هنا، فدي الحته بتاعت انا مش عايز اجيبها لكم سكرين عشان ما تفهموش انا بعمل ايه بالظبط يعني. مش عايز اعرفكم اعمل فيديوهات ايه جايه، عشان في فيديوهات جايه موت. مدوناتي اليوميه، الملاحظات السريعه، المهام اليوميه، تتبع الفلوس بتاعتي، فاهمين؟ فهنا طبعا متعقب المهام بتاع اليوتيوب والحاجات بتاعت اليوتيوب كلها هنا بتبقى محطوطه في المكان ده. فانا بالفعل جربت البرنامج ده بنفسي وجربته، فبنقل لك التجربه بقول لك ان هو غير حياتي، فعلا غير حياتي ورتبها ترتيب كويس جدا. خصوصا ان انا اصلا بني ادم بحب اعمل حاجات كتير بقى في حياتي كده، وحياتي مش عليله بقى، وحاجات كتير بحب اعملها كده، مش مركز على حاجه واحده. مثلا مش اللي هو مثلا عايز ابقى دكتور فابقى دكتور، ممكن ابقى عايز ابقى دكتور ولاعيب كوره ومستشار وظابط وكده، عايز ابقى في شخصيه واحده. فالبرنامج ده قدر ينظم لي كل ده، وقدر يخليني اقدر انظم حياتي بشكل كبير جدا. فانا جربته وفادني فطلع اوريهولك. فانت مش هتلاقيني بكذا شخصيه ولا حاجه، بس انا ايه متقلب الاموات يعني، ممكن تلاقيني الاموات مودز كده يعني. فممكن تلاقيني فيديو اطلع اهزر فيه، فيديو اطلع اتكلم بجديه جدا فيه، فيديو اطلع اعمل لك فلوج عن يومي بتاع، فيديو تاني بطلع اقول لك فيه اعمل لايك وسبسكرايب وشير وظبط الدنيا عشان تشوفني تاني، وعشان نبقى في سمام مع بعضينا كده ونخرب الدنيا. عشان الفتره اللي جايه دي انا بجهز لست اب خرافي، اوضه بقى تانيه خالص مستقله بقى بعيد بقى عن العالم كله بقى كده، بقى بانوار واضاءات وهعمل سحاب. انا نسيت اقول لك اشوفك في فيديو تاني. جود باي.